وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معايا بقى النهارده فيديو جديد، هعمل معاكم بقى الكبده. اي حد بقى بواجهه مشكله بقى الكبده فيها زفاره وانتي بتاكليها او ليها ريحه او اي زفاره او اي حاجه من دي، ان شاء الله مش هتلاقيها معايا في الفيديو ده. نفس الطعم ونفس الريحه اللي بتاكليها وتشميها في المحلات معايا في الفيديو ده. انا عندي هنا الكبده بحطها في مصفى كده، زي ما انتم شايفين، عشان تتصفى وتنزل كمية الدم اللي فيها. تمام، بسيبها بقى كده تتصفى. عندي بقى هنا ليمون، عصير ليمون، بنزل بقى عليها. صدقوني هتاكلوا شوية كبدة تحفة تحفة بجد. بحط بقى عليها كده ليمون كده، تمام، عصير ليمون كده، وبديها تقليبة. عندي بقى هنا كمان، عندي بقى توم هنا برضو، بس مش هاخده كله، انا هاخد بس منه كده. بحب برضو احط على الكبده اتبلها بشويه توم، والباقي ده طبعا هكمل بيه. طعم بقى وريحه، وبصوا تحفه بجد. صدقوني تعملوا الطريقه دي مش هتبطلوا تعملوا الكبده من غير الطريقه دي من كتر حلاوتها. خلاص بسيبها بقى تتبل كده، اقل حاجه نص ساعه في التتبيله دي عشان تاكلوا كبده صح صح. تمام، سيبها بقى كده تتبل عندي نص ساعه. عندي بقى حله كده حطيتها على النار، سخنتها كويس، واحط بقى فيها زيت. اهم حاجه تسخنوها كويس علشان الكبده ما تنزلش على الحله بارده وتنزل ميتها، لازم تنزل على حله سخنه جدا، والزيت كمان يبقى سخن جدا. بعد بقى ما الحله سخنت عندي جامد، هنزل بقى بالثوم اللي عندي، هديله تشويحه كده يطلع الريحه بتاعته. قربت لكم التليفون كده من الحله عشان تشوفوا عندي الثوم، ياخد بس تشويحه كده وريحته تطلع كويس، اهم حاجه. ريحه بقى الثوم كده طلعت عندي، بقت ريحتها حلوه قوي. مش عايزاه ياخد لون غامق، بس انا عايزه اللون ده بس. بعد بقى ما سبت الكبده نص ساعه كده في التتبيله، هنزل عليها بقى كده. ما تقلبوش خالص دلوقتي عشان ما تنزلش ميتها، سيبها بس تاخد لون كده. اتاكد بقى ان هي خلاص خدت لون من تحت كده، هبدا بقى اقلب. بصوا بقى الكبده ما نزلتش عندي ميه خالص ازاي، علشان انا حطيتها على حله سخنه خالص. بصوا مفيش نقطه ميه نازله منها خالص ازاي. صدقوني بقى الريحه تحفه. لو جربتوا الطريقه بتاعت الكبده دي صدقوني مش هتندموا، ولازم النار تكون عندنا عاليه كمان. والكبده كمان مش بتجيب في السوا خالص، مش بتاخد وقت خالص عشان ما تجلدش. بصوا اهو ما نزلتش ميه خالص لحد دلوقتي معايا. هسيبها بقى برضو، ما اقلبهاش دلوقتي برضو، شويه كده. بصوا بقى الكبده كده عندي خدت لون. هبتدي بقى انزل عليها بالفلفل على طول، الفلفل الاخضر متقطع كده مكعبات صغيره. تمام، تقليبه بقى حلوه كده. مش هحط التوابل دلوقتي خالص. بصوا بقى ريحتها تحفه من قبل ما احط التوابل، ريحتها بجد كانكم كده عديتوا على محل في الشارع كده بتاع كبده. بصوا تحفه تحفه. هسيبها برضو كده. بصوا بقى تركايه صغيره خالص هتعملوها، هتنقلكوا الكبده دي في حته تانية خالص. بصوا معلقه صغيره سمنه ننزل بيها كده، لمعه وطعم وريحه تحفه صغيره، يعني لا تذكر يعني، بس صدقوني هتخليلكوا الكبده ريحتها حلوه قوي وطعمها كمان. مش ما تكتروش، بس اهم حاجه بصوا لحد دلوقتي
كبده ما نزلتش ميه، نزلت بس الصوص بتاعها مش اكتر. هسيبها بس دقيقتين كمان على النار كده وخلاص، وهبتدي بقى احط لها التوابل بتاعتها وخلاص. هنا بقى الكبده كده اهي، بصوا خلاص. احط لها بقى ايه التوابل بتاعتها. انا بحط التوابل في الاخر خالص، مش بحب احطها من الاول خالص عشان ما تمررش. عندي بقى كده رشه كزبره ناشفه، رشه كده من الكمون، اكيد بقى كمان فلفل اسود، واخر حاجه عندنا بقى الملح بتاعنا كده. ظبطوا الملح، ما تكتروش بس ملح لان الكبده بتحدق بسرعه. بعد بقى ما اديتها تتبيله كده، قبل بقى ما بطفي عليها على طول رشه كده من عصير الليمون، بتوديها في حته ثانيه خالص. وخلاص بقى كده خلصت، وهطفي عليها بقى خلاص عشان ما تجلدش معايا. خلصت بقى كده الكبده بتاعتي معاكم. قدموها بقى جنب اي حاجه. انا قدمت جنبهم شويه بطاطس كانوا عندي، قشرتهم وحمرتهم، وكمان عملت جنبهم سلطه ترانشات. انا بحب الطماطم كده جنبها، وكمان برش عليها رشه ملح ورشه فلفل، وبعصر عليها ليمون، بحبها قوي جنبها. والعيش بتاعنا والكبده اهو، طعمها وريحتها تحفه، ريحتها قلب البيت بجد. ما تنسوش بقى تجربوها. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وتشتركوا في القناة، واسيبكم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.